حبايبنا الحلوين، جايلكم النهارده بقصة جديدة وملخص جديد. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بتبدأ أحداث مسلسلنا النهاردة مع بنت اسمها لولو، وهي بتحلم بأخوها الكبير اللي بيكون اسمه باي، وقت ما كانت بتودعه من 5 سنين علشان تتجوز من شخص اسمه شين. فبيسألها انتي متأكدة فعلا من قرارك؟ فبتغير الموضوع وبتشكره على معاملته اللطيفة معاها كأخته الصغيرة، وبيطلب منها ترجع له لو شين عاملها وحش، وبيأكد لها ان بيته هيفضل مفتوح لها طول الوقت. فبتسيبه وبتمشي من غير ما تودعه، لانها بتبقى مش عارفه هتعيش ازاي من غيره. لكن بتفوق على صوت بنتها فيفي وهي بتصحيها، فبتقوم تعتذر لبنتها لانها نامت وهم في طريقهم لشن، وبتبقى مستغربه سبب احلامها بباي وهروبها من بيت ابوها من 5 سنين، وبتسال نفسها يا ترى عاملين ايه، وبتفتكر رفض ابوها واخوها جوازها من شن لما عرفتهم قرارها، وساعتها عرفها اخوها انها هتتنازل عن ورثها وعلاقتها بيهم لو صممت على رايها، واكد لها ان شن سمعته وحشه وبتاع بنات، ده غير انه فقير ومش من مستواهم. فبتفكر تروح لهم بيه وتعرفهم عليه بعد ما بقى غني وعنده شركته الخاصة. فبتتكلم فيفي معاها وبتعرفها انها ما شافتش ابوها من 1.5 شهر بسبب شغله، وبتحاول لولو تواسيها وبتعرفها انها تتصل لها بيه علشان يجي يحضر حفلة عيد ميلادها. لكن في الوقت اللي بتتصل عليه بيبقى مع سكرتيرته لين، فبيرد عليها وبيعرفها انه مشغول ومش هيقدر يحضر حفلة عيد ميلاد بنته، وبيقفل السكة من غير ما يسمع انهم في الطريق لشركته، ومن غير قصد بينام السواق وبيعملوا حادثة. وللأسف بتنصاب فيفي وبيجيلها نزيف شديد على المخ، فبتتصدم لولو لما بتلاقيها بتنزف، وبتنزل من العربية تدور على أي شخص ينقذ بنتها، وبتتصل علشان لكن ما بيردش عليها في الوقت اللي بتبقى محتاجة له فيه. والصدمة الأكبر لما بتلاقيه معدي جنبها وبتشوفه هو بيخونها مع لين، وطبعا ما بيبقاش مركز ومش بيشوفها، لكن لين بتشوفها وبتبص لها وبتضحك. فبتقوم لولو تجري ورا العربية وهي منهارة من العياط، لكن ما بتلحقهمش. ومن حسن حظها بيعدي باي من نفس الطريق، وأول ما بيشوفها بينزل ياخد فيفي في عربيته وبيروح بيها لأكبر مستشفى، وبيفضل جنبها في الوقت اللي جوزها المفروض يبقى معاها. وبيخرج الدكتور من اوضه العمليات وبيصدمها بخبر موت بنتها فيفي، وبيعرفها ان النزيف كان شديد جدا وما قدرش يوقفه. فبتنهار وبتدخل تشوفها للمره الاخيره، وبتترجاها تسامحها لانها ما عرفتش تنقذها، وبتتصل علشان نتعرفه، لكن بتتفاجئ بيه بيرد عليها بكل برود وبيعرفها انه مشغول، وبيقفل السكه من غير ما يسمعها، وبيفضل قاعد جنب عشيقته وابنها. وتاني يوم بيوصلها باي لبيتها وبيطلب منها تهدى وتبطل عياط، لان بنتها اكيد مش هتبقى مبسوطه وهي بتتألم. فبتشكره وبتوعده تجيب حق بنتها وتدفعهم التمن غالي، وبيطمنها باي وبيعرفها انه هيعمل المستحيل علشان يلاقي السواق اللي تسبب في الحادثه. فبتطلب منه يساعدها في تجهيز ورق الطلاق بما انه اكبر محامي في البلد، وبيأكد لها ان ابوها مستني رجوعها بفارغ الصبر، وبتشكره وبتسيبه وبترجع البيت. وساعتها بتقابلها حماتها الحيزبونه وبتتعصب عليها علشان راجعه متأخر، فبتعرفها لولو ان حفيدتها ماتت في الحادثه، وبتستنى زعلها عليها، لكن بتتفاجئ بيها بتأمرها ما تعرفش ابنها الخبر علشان ما يأثرش على شغله. فبتتعصب لولو عليها وبتقول لها ازاي مستقبل ابنك اهم من موت بنته. فبتضربها حماتها بالقلم على وشها وبتأمرها تسكت، وبتعرفها انها نحسه عليهم، غير لين خالص البنت الجميله الكيوت الشاطره في شغلها وعندها علاقات برجال الاعمال، ده غير انها كانت حب ابنها الاول. وبتوعدها تخلي ابنها يطلقها ويتجوز لين في اقرب فرصه. فبتفتكر لولو يوم ما راحت تزوره في الشركه ولقت لين في مكتبه بتهزر وبتضحك معاه، وبتهينها حماتها اكتر وبتعرفها انها لو ما كانتش بتخدمها وبتعمل لها طلبات البيت كانت خلت ابنها يطلقها من زمان. فبتتعصب لولو وبتضربها بالقلم وبتأمرها تعرف شين بمكان جنازة بنته وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بتروح دار المناسبات علشان تعمل طقوس دفن بنتها، وبتفضل مستنية شين لوقت طويل على امل انه يجي ويودع بنته للمرة الاخيرة قبل ما يحرقوا جثتها. في الوقت ده بيبقى شين ولين بيتفقوا على عقد جديد مع رجل اعمال كبير، وبعد ما بيتفقوا بتتصور لين معاه وبتبعت الصورة لولو علشان تغيظها وتحرق دمها. فبتتجنن لولو لما بتشوف الصورة وبتطلب من الموظفة تبدأ في طقوس الجنازة، وبعد ما بتدفنها بتقعد على قبرها تعيط، وبيروح لها باي وبيفضل جنبها لآخر لحظة. فبيحاول يهون عليها ويواسيها وبيعرفها انه مقدرش يعرف ابوها واخوها خبر موت فيفي، وبيأكد لها انهم سامحوها ومستعدين يقفوا جنبها. وطبعا بتنهار وبتعرفه ان كل اللي عملته مع شن في ال5 سنين اللي فاتوا راحوا على الارض، وبتعرفه انه لو كان رد على اتصالها او وقف لهم بالعربية ما كانتش فيفي ماتت وكانت قدرت تنقذها. وبتلوم نفسها لانها سمعت كلام فيفي لما طلبت منها تاخدها الشركة علشان تشوف ابوها. فبيحاول باي يهديها وبيفكرها بكلامها ليه وقت ما ماتت امه وهو صغير، وبنعرف ان لولو هي الوحيدة اللي وقفت جنبه ومنعته من الانتحار.
الانتحار، واكدت له انها مش هتبعد عنه ابدا. فبتطلب منه لولو يجهز لها اتفاقيه الطلاق في اسرع وقت، وفعلا بياخدها على مكتبه وبيكتب كل الشروط اللي هي عايزاه يحطها في العقد. وبعدها بتروح تقف على الشاطئ، واثناء ما بتبقى راجعه على البيت بتشوف شين بالصدفه وهو قاعد بيتغدى مع لين في مطعم. فبتقف تبص له وهي مصدومه لانه ما حضرش جنازه بنته. وساعتها بيشوفها شين وبيطلع يجري عليها وبيحاول يشرح لها ان ده غدا عمل. فبتتكلم لين بكل برود وبتقول لها ما تفهميناش غلط، احنا كنا بنشتغل. وبتتعصب لولو عليه وبتعرفه ان عنده وقت يتغدى مع السكرتيره بتاعته وما عندوش وقت لبيته وبنته ومراته. فبيحاول شين يقلب الترابيزه عليها وبيعرفها انه مقطع نفسه في الشغل علشانهم. وبتصدمه لولو بخبر موت بنته لكن ما بيصدقهاش وبيفتكرها بتضحك عليه. وقبل ما تمشي بتقرب لين عليها وبتقول لها انه بيقضي احلى وقت معاها. فبتتعصب عليها لولو وبتضربها بالقلم بتوقعها على الارض. وبتمثل لين ان رجلها اتجرحت وبتطلب من شين يشيلها لانها مش قادره تمشي. وطبعا شين بينفذ كلامها وبيطلب من لولو تبقى زوجة عاقله وتقدر تعبه والمجهود اللي بيبذله علشانهم. وبيعرفها انه محتاج في حياته لزوجة عاقله وشاطره وذكيه مش ست شبهها. وبيأكد لها انه هيعمل لفيفي حفله عيد ميلاد كبيره بعد ما يخلص شغله وبيسيبها وبيمشي. وطبعا بتتجنن من تصرفاته وبتتصل على باي وبتطلب منه يساعدها في تصفيه اسهم شركه شين. وبعدها بياخد شين حبيبته لين على المستشفى علشان يطمن على رجليها وبتستغل الفرصه وبتعزمه على حفله عيد ميلاد ابنها. وبيوعدها شين ان هو هيجهز له حفله عيد ميلاد ما حصلتش. وبيبقى شايف ان لولو بقت نكديه وبتعمل مشاكل على اتفه الاسباب. ويوم عيد الميلاد بيفضل يلعب مع ابن لين وبتتكلم لين مع امه. من خلال كلامهم بنعرف انها كانت على علاقه بشين ايام الكليه، ولما عرفت بحملها سافرت بره البلد وما رجعتش غير لما ابنها كبر. وطبعا شين ما يعرفش ان ابنه. فبتفرح امه بكلامها وبتعاملها كويس جدا لانها شاطره وذكيه وبتكبر الشركه وفلوس ابنها. وبتوعدها انها هتخليه يطلق لولو ويتجوزها ويعترف بابنه. وفي الوقت ده بتوصل لولو وهي ماسكه صوره فيفي وحواليها مساعدينها بلبس الجنازه وباي. وطبعا كل الموجودين بيتكلموا عليها وبيبصوا لبعض وما بيبقوش فاهمين اي حاجه. فبيلومها شين وبيسالها انت بتعملي كده ليه. وبيتعصب عليها لانها ماسكه صوره بنته وبتتعامل معاها كانها ميته. فبتعرفه لولو انها فعلا ماتت وبتطلب منه يسال امه لو مش مصدقها. وبيبص لامه وبيتصدم لما بيتاكد ان بنته فعلا ماتت. فبتعرفه امه انها ما حبتش تقوله علشان ما يتشغلش عن شغله وشركته. وبيعرفه باي انه ما يستحقش يبقى اب لانه شخص مش مسؤول. فبيتعصب عليه شين وبيقول له انت بتتكلم بصفتك ايه. بتديله لولو عقد الطلاق وبتطلب منه يمضي من غير مشاكل. فبيرفض يطلقها وبيقطع العقد. وطبعا بتتضايق لين وبتفهم انه بيحبها. ولما بتحاول تهينها بتتعصب لولو وبتزقها. فبيحاول شين يعتذر لها ويترجاها تسامحه وبيعرفها انه مش هيقدر يطلقها وبيطلب منها تاخده يزور قبر بنته. فبيتعصب عليه باي وبيأمره يبعد عنها وما يقربش منها تاني. ولما بتهينها حماتها بيتعصب عليها وبيعرفها انه ممكن يسجنها بتهمه السب والقذف. وبتفاجئ لولو بتعرفه ان هي اللي كانت بتدعم شركته في السنين الاخيره بالفلوس علشان يكبر. وطبعا محدش بيصدقها لانهم فاكرينها انها فقيره. فبتأمرها حماتها ترجع الاسهم اللي ليها في الشركه مقابل طلاقها. لكن لولو بترفض وبتسيبهم وبتمشي. وبينهار شين على موت بنته وبيقعد على الارض يعيط عليها وبيفتكر لعبه معاها. وبعدها بترجع لولو مع باي على بيته وبيعرفها انه جهز لها اوضتها. فبتعتذر له على جوازها من شين وبتعرفه انها فهمت سبب رفضهم ليه من الاول وبتترجاه يساعدها في طلاقها منه في اسرع وقت. وبتشكره على وجوده جنبها. فبيضحك باي وبيسالها تحبي تتعشي ايه. فبتفرح وبتفتكر الاكله المفضله اللي كان بيعملها لها وهي صغيره. وفي الوقت ده بيتكلم شين مع امه وبيعرفها انه مش هيطلق لولو. وبتحاول بكل الطرق تشوه سمعتها وتهينها وكمان تقلل منها. لكن بيصمم شين على رايه. وتاني يوم بيعرض عليه المساعد بتاعه اسمه اكبر محامي في البلد والمفاجاه انه يبقى باي. فبيطلب منه شين يكلمه وياخد منه ميعاد. وفعلا بيوافق باي يقابله وبيروح له شركته. لكن بيرفض يطلع له المكتب. وبيعرف المساعد انه مستنيه في الكافيتيريا لو حابب يشوفه. فبيضطر شين يوافق وبيروح له. اول ما بيشوفه بيتصدم وبيساله انت ايه علاقتك بلولو. فبيعرفوا باي انه المحامي بتاعها وصديقها المقرب. وبينصحه يمضي على اتفاقيه الطلاق اللي بيعرضها عليه احسن ما يخسروا كل فلوسه. وبيسيب له اسبوع يفكر وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بيوصل تشاو اخو لولو بعد ما بقى ممثل مشهور. فبيتصل على باي علشان يعرفه بوجوده في البلد وانه رايح له بيته. وبيرحب باي بيه وبيعرفه انه هيحصله بسرعه. وبينسى ان لولو موجوده في البيت. فبيحاول يتصل عليها لكن بيبقى تليفونها مشغول. وبيطلع جري بسرعه على البيت وبيبقى خايف لا تشاو يتخانق معاها. لكن بيحصل العكس وبيفرح تشاو لما بيقابلها. وبيتعصب لما بيعرف اللي شين عمله وخيانته ليها. وبيعتذر لها لانه كان بعيد عنها كل السنين اللي فاتت. وبيوعدها يفضل جنبها وبيعزيها في موت بنتها. وبيسالها مش هتعرفي ابوكي باللي حصل لك. فبتقول له انها هتقول له في الوقت المناسب وهتروح له بنفسها وتعتذر له على جوازها من شين. بس مش هتقدر تعمل كده غير لما تخلص منه. وبيعرفهم تشاو ان في حفله كبيره للمشاهير ولازم يبقوا
يبقوا موجودين فيها، علشان هيعلن لكل الموجودين والصحافة والإعلام إن ماركة مجوهراته المفضلة هي لولو. وهنا بنعرف إن لولو أسست شركة سرية وبتديرها من البيت، وبتفرح لولو جدا وبتشكره. وفي الوقت ده بيبقى تشين قاعد بيفتكر علاقته بلولو وقد إيه كانت بتحبه وبتعمل له كل حاجة بيحبها وبتهتم بيه وبتحافظ عليه. فبيدخل عليه المساعد بتاعه وبيعرفه إن شركتهم في ورطة بسبب الشركة الغامضة اللي بتمولهم، وبيعرفوا شين إن هو لازم يقابل رئيسها في أسرع وقت، لأن من غيرهم الشركة هتقع وهيضطر يعلن إفلاسه. فبيعرفوا المساعد بتاعه بعشاء المشاهير اللي هيتم كمان أسبوع، وبيشرح له إن كل رجال الأعمال ورؤساء الشركات هيبقوا موجودين. فبيرد عليه تشين وبيعرفه إنه هيستغل فرصة العشاء وهيتكلم مع رئيس الشركة الغامضة اللي بتمولهم. وساعتها بتوصل لين، لكن بتتفاجئ لما بتلاقيه بيتعامل معاها ببرود على عكس ما كان بيعملها الأول. فبتفهم إنه زعلان على بعد لولو وبتتأكد إنه بيحبها. وأول ما بتخرج من عنده بتتصل على أمه وبتشتكي له منها. بتحاول أمه تهون عليها وبتأكد لها إنه مش بيحبها، بس حزنه على بنته هو اللي مغيره. وبتعرفها إنها عرفت مكان قبر فيفي وبتطلب منها تاخده يزورها. وتاني يوم بتبقى لولو بتزور قبر بنتها وبتتصدم لما بتلاقي لين بتنادي عليها وبتلومها لأنها كانت السبب في موت بنتها. فبتعترف لها بحبها لشين وبتفهمها إن هو مش عايز يطلقها بسبب أسهم الشركة اللي باسمها. وبتصدمها إنها كانت جنب شين ليلة الحادثة، وبتأكد لها إن هو شاف اتصالاتها ورفض يرد عليها وإنها ما تسواش عنده حاجة هي وبنتها. وفي اللحظة دي بيوصل باي وبيضربها بالقلم وبيوقفها عند حدها. فبيوصل في اللحظة دي شين، وأول ما بتشوفه لين بتمثل إنها بتترجى لولو علشان تسامحه وتسمح له يشوف بنته. فبتضحك لولو على تمثيلها وبتعرفها إنها بارعة في الكذب وبتضربها بالقلم قدامه وبتأمرها تمشي من قبر بنتها. ولما بيحاول شين يتكلم بيتعصب عليه باي وبيمنعه يقرب منها، وبيتجنن شين لما بيلاقيه ماسك ايديها. فبتستغل لين الفرصة وبتحط في راسه إنها على علاقة بباي من فترة طويلة، وعلشان لولو تضايقه بتأكد كلامها وبتعرفه إنه ملهوش علاقة بحياتها الشخصية. فبيقرر شين يوافق على الطلاق، وتاني يوم بياخدها وبينهي الإجراءات. وبيبقى باي واقف مستنيها، وأول ما بيخرجوا بيعرفها شين إنها غلطت بقرارها لأن مفيش راجل هيقبل يتجوز واحدة مطلقة وكمان كان عندها طفلة. وبالليل بتحتفل بطلاقها مع تشاو وباي وبتفضل تشرب لحد ما تسكر وبتفتكر بنتها وبتنهار من العياط وبتنادي عليها بصوت عالي. وبيحاول باي يهديها وبيطمن تشاو بوجوده جنبها وبيعرفوا إن لازم يمشي لأنه مسافر ومش هيرجع غير يوم عشاء المشاهير. فبيقعد باي معاها وبتفتكر لولو الأوقات اللي كانوا بيقضوها مع بعض وهم صغيرين. وهنا بنعرف إن باي يبقى ابن صاحب أبوها لأنه متربي معاها، اعتبرته أخوها الكبير، لكن هو إحساسه بيها كان مختلف وحبها بجنون. وفي اللحظة دي بيعترف لها بحبه وبياخدها على البيت. وطبعا لأنها سكرانة بتصحى تاني يوم مش فاكرة أي حاجة، وبعدها بتروح تشتري الفستان اللي هتحضر بيه العشاء. ومن سوء حظها بتبقى حماتها ولين موجودين في نفس المكان، وأول ما بيشوفوها بيبدأوا يتنمروا عليها لأنها فقيرة ومش هتقدر تشتري من مكان غالي زي ده. فبينادوا على صاحب المكان علشان يطردها، لكن صاحب المكان بيرفض لأنه عارف كويس مكانتها في المجتمع. وفي الوقت ده بيوصل باي وبيتعصب عليهم بسبب معاملتهم ليها، وبتهينها حماتها وبتتهمها انها على علاقة بيه وانه بيصرف عليها. فبتتعصب عليها لولو وبتضربها بالقلم وبتأمر صاحب المحل يطردهم، وبيأمرهم باي يعتذروا لها. وفي اللحظة دي بيوصل شين وبيبدأوا يغلطوا في لولو ويتهموها بانها اللي اتنمرت عليهم واهانتهم من غير ما يعملوا لها حاجة. فبتأكد له لولو كلامهم وبتاخد باي وبتمشي، وده بيجننه. وبعدها بياخدها باي لفيلة ابوها، واول ما بتشوفه بتجري عليه وبتعتذر له على تصرفها وجوازها من شين. فبيسامحها وبيطلب منها ترتاح في اوضتها وبيأكد لها انه هيجيب لها حقها. واول ما بتسيبهم وبتطلع اوضتها بيتكلم مع باي وبيشكره على وجوده جنبها وبيعرفه انه عارف بحبه ليها وما عندوش مانع انهم يتجوزوا. فبيفرح باي جدا وبيقرر انه يعترف لها بحبه ويطلبها للجواز. وبنروح ليوم عشاء المشاهير، وطبعا بيبقى موجود في الحفله كل الشخصيات المهمه ورجال الاعمال، وبيحضر شين وعيلته. وفي الوقت ده بتبقى لولو موجوده ولابسه فستان شيك جدا، وبيعرفها باي ان جه الوقت اللي تعلن فيه للكل عن مكانتها الحقيقيه في المجتمع وانها صاحبه شركه مجوهرات. وبيعترف لها بحبه وبيطلبها للجواز، لكن بيتصدم لما بترفض وبتعرفه انها بتعتبره اخوها الكبير وبتسيبه وبتمشي. فبتتكلم مع نفسها وبتعترف له بحبها، وبنعرف انها رفضت طلبه لانها مطلقه وتتمنى له واحده اجمل واحسن منها. واول ما بتشوفها لين وحماتها بيتعصبوا عليها وبيسالوها ايه اللي جابك هنا، وبيفتكروها جايه تشتت تفكير شين وترجعه ليها. فبتخطف حماتها من ايديها الاسوره اللي لابساها، فبتترجاها لولو ترجعها لها لانها هديه من بنتها، لكن بترفض. فبتأمرها تركع قدامها مقابل انها ترجعها لها، وبتضطر لولو تنفذ كلامها. وبعدها بيضحكوا عليها وبتقطع لها الاسوره وبترميها على الارض وبتدوس لين عليها برجليها. فبتتعصب لولو وبترشها بالمشروب وبتهنها قدام كل الموجودين. وبيوصل شين وطبعا بيكذبوا عليه، لكن لولو بتعرفه الحقيقه وبتوري له اسوره بنتها اللي امه قطعتها. فبيعتذر لها وبيوعدها يجيب لها واحده غيرها. ولما بيحاول
بيقرب منها بيوصل باي وبيمنعه، وفي الوقت ده بيوصل تشاو، وطبعا لانه ممثل مشهور بيبقى الكل مبهور بجماله واناقته، وبتحاول لين انها تقرب منه وتتكلم معاه، لكن تشاو بيعاملها باسلوب وحش، ولما بيحاول شين يرحب بيه بيرفض يسلم عليه، وبيتكلم مع لولو وبيعلن لكل الموجودين بانها تبقى اخته، فبيتصدم الكل خصوصا شين وعيلته. وتاني يوم بيروح باي للولو وبيفاجئها انه صلح لها اسوره بنتها، فبتفرح لولو جدا وبتشكره، وبينادي عليه ابوها وبيطلب منه يتقدم لها رسمي للجواز. وبالليل بيعرف شين من المساعد بتاعه ان رئيس الشركه الغامضه عايز يسيطر على شركته بما انه ليه اكبر نسبه اسهم، فبيتجنن وما بيبقاش عارف يعمل ايه. وبتسمع لين المساعد بتاعه وهو بيعرفه انهم افلسوا، وفي نفس الوقت بتحتفل لولو بعيد ميلاد باي وبيعترف لها بحبه مره تانية، فبتعرفه انه يستاهل واحده احسن منها، فبيأكد لها انه بيحبها من وهم صغيرين ومش هيتجوز واحده غيرها، فبتفرح وبتعترف له بحبها. وبنرجع للين وهي داخله تتكلم مع شين وبتحاول تقنعه انه يوافق على عرض رئيس الشركه اللي بتمول لهم مقابل ان الشركه تفضل واقفه على رجليها وما يعلنش افلاسه، وفعلا بيقتنع بكلامها. وتاني يوم بيبلغ مساعده لولو انه عنده شرط، هو انها ما تغيرش اسم الشركه، لكن لولو بترفض لانها تبقى المديره التنفيذيه للشركه. وساعتها بيتصل عليها شين وبيطلب منها تقابله علشان يديها باقي حاجه فيفي اللي كانت في بيته، فبتوافق وبتروح فعلا تقابله، وبيحاول يستغل الفرصه ويعتذر لها ويأكد لها انه لسه بيحبها، وبيقدم لها اسوره بدل اللي امه قطعتها، لكن بتتعصب عليه وبترمي الاسوره في الارض، وبتعرفه انها مستحيل تسامحه. واثناء ما بيتكلموا بتوصل امه ولين وبيتهموها انها بتحاول تضحك عليه وتلعب بعقله، فبتسيبهم لولو وبتمشي. وبيتعصب شين على امه لانها بتتدخل في حياته، وبتتضايق لين لان كل تصرفاته بتاكد لها انه لسه بيحبها وعايز يرجع لها، فبتفكر في طريقه تخلص بيها منها. وبتروح لولو لابوها في الفندق، واثناء ما بيكونوا خارجين بتشوفها لين وبتصورها وبتفتكر انها على علاقه بصاحب الشركه اللي بتمول لهم، فبتقرر تستغل الصوره وتفضحها بيها يوم اجتماع رؤساء الشركه. وفعلا يوم الاجتماع بيحضر شين وامه ولين علشان يقابلوا مدير الشركه اللي بيمول له، فبتدخل لولو عليهم وبتعرفهم انها بقت المديره التنفيذيه للشركه لان ليها اكبر نسبه اسهم، وبيتصدم كل الموجودين. وبتبدا امه ولين يهينوها وبيتهموها بانها على علاقه بصاحب الشركه وعلشان كده جت تحضر مكانه، فبيعرف ابوها اللي بيحصل من مساعدتها وبسرعه بياخد باي وبيروح لها. واول ما بيوصلوا بيعلن للكل انه ابوها، وبيتصدم شين وامه لما بيعرفوا انها بنت اكبر رجل اعمال في البلد، فبيوافق كل اعضاء مجلس الاداره على استلام لولو الشركه، وبكده تبقى خدت كل حاجه منه. فبتتعصب ام شين على لين وبتضربها بالقلم، وبتحاول تعتذر للولو وبتترجاها تسامحها، وبيحاول شين يعتذر لها لكن لولو بترفض تسامحه. وهنا بنعرف ان لين يوم حادثه فيفي استغلت انشغاله مع ابنها وخبت تليفونه ومسحت كل مكالمات لولو ليه، فبيتعصب شين لما بيعرف الحقيقه وبيطردها. وفي اللحظه دي بتقرر لين تنتقم من لولو وبتفكر في طريقه تكسرها بيها. وتاني يوم بتأجر مجرم وبتطلب منه يخطف لولو ويعتدي عليها، وفعلا بيوافق وبياخد منها مبلغ مقابل مهمته. وبالليل بتتصل لولو على باي وبتعرفه انها تستناه في الحديقه اللي بيقعدوا فيها، وبيبقى شين موجود في نفس المكان وشايفها من بعيد. وفي الوقت ده بيخطفها المجرم في عربيته وبياخدها لبيته وبيخدرها علشان يعتدي عليها، لكن شين بيوصل في الوقت المناسب وبيهجم عليه وبيضربه، وبيسأله مين اللي طلب منك تعمل كده، فبيعترف له ان لين هي اللي امرته. وبيوصل باي لمكانها من خلال جهاز التتبع الموجود في تليفونها، فبيعتذر لها شين وبيترجاها تسامحه، لكن بتسيبه وبتطلع تجري، فبيطلع يجري وراها وقبل ما يقرب منها بيوصل باي وبينقذها وبيهجم عليه وبيضربه وبياخدها وبيمشي، فبيقوم شين يجري وراهم لكن عربيه بتخبطه. وتاني يوم بتروح لولو مع باي تزور قبر بنتها، وبالليل بيتقدم لها باي للجواز وبتوافق على طلبه، وبيفرح ابوها واخوها جدا، واخيرا بيطمنوا عليها مع الشخص المناسب. وهنا بيخلص مسلسلنا، واتمنى لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.